كل الحاجات دي بتتعبك وبتسرق منك راحة بالك. الحقيقة ان كل حاجة في الدنيا بتحصل في وقتها اللي ربنا كاتبه وبالطريقة اللي هو شايفها مناسبة ليك، حتى لو انت مش شايف الصورة كاملة دلوقتي. في حاجات كده هتظهر بعدين تعرفك الموضوع ده ليه مكملش وليه ده موصلتش ليه. اوقات بنبقى ماسكين في حلم او فكرة معينة بايدينا واسناننا ومستنيينها تحصل بأي تمن، ولو ما حصلتش بنزعل وبنحس ان الدنيا ظلمتنا او خذلتنا. بس الحقيقة مش كده. ربنا ساعات بيمنع عنك حاجة انت فاكرها خير ليك، لكن هو عالم انها ممكن تكون ضر عليك او انه يكون بيجهز لك حاجة احسن منها بكتير. وساعات بيأخر عليك حاجة انت مستعجل عليها مش علشان يحرمك منها، لا، علشان يديها لك في الوقت اللي هتكون فعلا جاهز فيه ليها وجاهز تستقبلها وكمان تكون تستاهلها. فكر فيها كده، لو كنت جبت العربية اللي كنت بتحلم بيها من 5 سنين يمكن كنت هتعمل بيها حادثة، ساعتها حلمك كان هيبقى كابوسك، او كنت هتتعب نفسك في مصاريفها وانت مش قادر، وساعتها العربية اللي كنت فاكر ان هي هتساعدك هتبقى عبء عليك. ربنا بيظبط التوقيت احسن مننا، المهم انك ما تبطلش سعي. فلو عرفت تعيش وانت راضي بجد ومسلم امرك لله من غير ما تتردد هتحس براحة نفسية عمرك ما تخيلتها. قلبك هيبقى هادي جدا وروحك هتبقى مطمنة.